تقبل الله صيام وقيام الجميع أحباء حبيباتي. اليوم جيتكم بالطاجين الدورمة معشوقة الجماهير، وصفة ولا أروع. جيتكم بها بهذا الخضار اللي عطتني فيها بنة هايلة، ما عندي وش نزيد نحكي لكم عليها. تابعوني حبيباتي لآخر فيديو، وما تنسونيش باللايك والاشتراك وتعليقاتكم. هنا درت حبة بصلة عادية، يعني مش كبيرة، صغيرة، ماشي صغيرة بزاف بصح نورمال، وزوج سنة تاع ثوم راني لهنا نقلي فيهم مع مغرفة تاع زبدة أو السمن، كما حبيتو، ولا حتى بالزيت. هكذا أنا نقلي فيها هكذا بدون لحوم. لازم على نار تكون ذابلة متوسطة، يعني ذابلة شوية. نزيد شوية فلفل أسود. هنا درت بهار الدجاج والملح. هذه بعد ما ذبلت لي البصلة. درت قليل كذلك من الزنجبيل. هكذا نكمل نقليهم في بعضهم. في نفس الوقت راني موجدة أمامي الماء، أنا نحب المرق بالماء سخون. نروحو لفيونداشي. أنا درت له حبة بصلة، ملح، فلفل كحل، بهار الدجاج، معدنوس وحبة بيض. لأنني خلط فيهم جيدا، هكذا نعجن فيها مليح. دوك نضيف لها لا شابلور، ها هي غير زوج مغارف اكل. لا شابلور تعطيني الطراوه في الفيونداشي، يجي هشيشه ما تجيش ناشفه. هكذا نبقى غير نخلط فيها. انا الفيونداشي درتها بزياده، درت نص في القرنون حطيته في الفور، درتو كراتا، ونص درتو في الدورمه. ها هو القرنون اللي نحشي فيه. هذا القرنون اللي خدمته ودرت له القارص وغليته بشي فارينه. شوفوا كيفاه اللون تاعو كي جا ابيض، وكونجيليتو كي احتاجيتو جبدتو لي جبرالي به. دركا راني ندير فيه الفيونداشي. هكذا نعمرهم كامل، نحطهم بجيه، ونوجد امامي اكيد الخضار تاع الدورمه. بديت بالجريوات بعد ما قشرتها، دوك نملحها ونخليها بجيه. نحى هذيك الصماده هذيك تاع الجريوات، على بالكم بلي راهي صامته. نديرها الملح ونخليها بيد ما نحضر الخضار امامي الاخرى. ها هي بعد ما قشرت البطاطا وحفرتها والفلفل، غسلت الجريوات وجدتهم كامل في طبق، ودركا نعمرهم بالفيونداش بهذه الطريقة. هذه دورمة تقليدية تاع زمان، يعني ما زدتلهاش حتى إضافة، يعني تكون جديدة. هكذا نعمرهم كامل الأمامي. شوفوا الجريوات بعد ما ملحتها وغسلتها، تنحى لها يعني السماطة. والله لازم تمشوا بهذه الطريقة هذه. كاينين يحكموا يقشروها ويحفروها يديروها طول، لا لا، هذه هي الطريقة اللي تجيكم الجريوات بنينة. اما الفلفل انا حبيت هذا الاحمر، هذا فيه الحلاوه هذيك بنين، يطلق واحد البنه تهبل في المرقه. جربوه تعرفوها. تحبوا ديروا الكفته فيها للروز كي تحشيو بها الفلفل. انا ما درت لهاش، كان خلاص لي الروز، ملا اكتفيت بلا شابلور. دوك نكمل كامل الفيونداشي تاعي نحشيه.
المرق تاعي راهو يطيب. هكذا بهذه الطريقة. هاني هنا كملت كامل الخضر تاعي، ودركا اللي بقات لي الفيونداشي راني نكور فيها. تقدروا ديروا تاع اللحم ولا ديروا تاع الدجاج. هاهو شوفوا، وهذوك هما الكور اللي واش بقات لي الفيونداشي. لهنا راني مسخنه الزيت، دركا نقلي الخضار تاعي ونبقى نعس فيهم. يعني الاولى باه نصفرهم والثانيه يهزوا لي البنه. شوفوا كيف قليتهم، وش شوفوا اللون تاعهم، يعني ما حمرتهمش، خليتهم ذهبيه اللون. هذه بعد ما نشوف المرقه تاعي طابت نلوحهم يتجمروا ونزينه في طبق كما راكم شايفين. جا طبق ولا اروع، بنين كراف، لازم تجربوه سيرتو المبتدئات. شاهدكم في الجنة حبيباتي، ومع السلامة في فيديو آخر إن شاء الله.